السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد. معاكم روري أحمد من قناة روري كروشيه. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض مفرش، يا رب تصميمه يعجبكم. هستخدم خيط مكرمية فرنساوي وهنشوف هننفذ مع بعض الشغل ازاي. وهستخدم إبرة مقاس 3. هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهقفل في أول سلسلة بمنزلقة. تمام. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة، هخش في الفراغ بتاع الدايرة، واخد معايا الخيط ده كده، هشتغل عمود بلفة. ادي كده ده تاني عمود، يعني السلاسل ديت معايا اول عمود وده تاني عمود. هلف الخيط على الابرة، هخش تاني، هطلع كده معايا 3 حلقات على الابرة، هطلع من اول حلقتين، وبعد كده عندي حلقتين تانيين هطلع منهم. كده اصبح معايا العدد ان انا كده عندي 3 عواميد. تمام. هرتفع سلسلتين، 1 2، هلف الخيط على الابرة، هخش في نفس الفراغ وهشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل ده. كده عندي يعتبر ارتفاع السلاسل عمود، وبعد كده عملت عمودين وثلاث سلاسل، سلسلتين 3 عواميد، يعني 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. تمام. هرتفع سلسلة، هلف شغلي، هنزل فوق اول غرزة كده عندي وهعمل غرزة حشو، وبعد كده هرتفع سلسلة. ده كده اول عمود معايا. وممكن اول عمود تشتغليه 3 سلاسل، ده صح وده صح. هلف الخيط على الابرة، هروح عند العمود التاني هشتغل فوقيه عمود. تمام. هلف الخيط على الابرة، هروح عند العمود التالت، كده اشتغلت 3 عواميد فوق ال3 عواميد. عندي الفراغ هشتغل جواه 2 عمود. ادي اول عمود، اي تاني عمود، هرتفع 1 2 سلسلتين، هلف الخيط على الابرة، هخش جوه الفراغ وهشتغل 2 عمود. ادي اول عمود، تاني عمود. تمام. هاجي هنا هشتغل فوق اول عمود عمود بالشكل ده. هنا هيبقى عندي عمود وهنا عمود وهنا عمود، 3 عواميد هشتغل فوق. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود هشتغل فوق السلسلة التالتة، هشتغل فوقيها عمود بالشكل ده. هرتفع سلسلة، هلف شغلي، هنزل هعمل غرزة حشو، هطلع كده عندي حلقتين على الإبرة، هعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة، ده كده أول عمود معايا، هلف الخيط على الإبرة، هشتغل فوق العمود اللي بعده عمود، العمود اللي بعده عمود. عندي هنا كده 5 عواميد هشتغل فوق كل عمود عمود. كده تالت عمود، ده رابع عمود، خامس عمود. هيقابلني الفراغ هشتغل جواه 2 عمود، يبقى في كل فراغ كل سطر هنطلع هنشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود دول ثابتين معانا، ثابتين لحد اما اوصل للحجم اللي انا عايزاه، واقول لكم هنكمل بقيه الشغل ازاي مع بعض. اشتغلت ال2 عمود، هرتفع بقى سلسلتين، هلف الخيط على الابره،
هنزل في الفراغ هشتغل، ادي اول عمود، تاني عمود، وهرجع هشتغل 5 عواميد. ادي عمود، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، وهنا العمود الخامس. هشتغل فوق السلسلة. تمام، بالشكل ده. هرتفع سلسلة وهكذا. هبدأ أول غرزة، يا إما تشتغلي 3 سلاسل يا إما تعملي غرزة حشو وفوقيها سلسلة. هشتغل عمود، هتفضلي شغالة بنفس الطريقة، وفي كل فراغ بنوصل عنده بنشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود سلسلتين، 2 عمود سلسلتين، 2 عمود، وبعد كده بنرجع نكمل. انا هكمل معاكي السطر دوت، وبعد كده هرجع بعد ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه وهقولك اشتغلت كام سطر. مفرش شكله لطيف هيعجبك باذن الله، ويا رب اقدر اتوفق في شرحه. هخش في الفراغ هشتغل، ادي اول عمود، تاني عمود، بعد كده هرتفع سلسلتين كده، هخش في الفراغ هشتغل، ادي اول عمود، تاني عمود، بعد كده هيقابلني العواميد ديت، هشتغل فوق كل عمود عمود. ودي طريقة التكبير او طريقة تكبير الحجم اللي انت عايزاه. هتفضلي شغالة بنفس الطريقة لحد ما توصلي عند الحجم اللي انت عايزاه، بعد كده بتثبتي المقاس، وبعد كده تبدأي تشتغلي باقي الوحدات. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشتغل كذا سطر بنفس الطريقة وهي هرجع اكمل معاكي وهوريكي باقي التفاصيل بعد ما اوصل عند الحجم اللي انا عايزاه، ونشوف هنعمل فيه ايه تاني مع بعض، وازاي هنركب الوحدات بتاعته مع بعضها. تمام. هترتفعي سلسلة تشتغلي غرزة حشو، او ترجعي تشتغلي 3 سلاسل، وهتشتغلي على العواميد، وبعد كده هتيجي في الفراغ هتشتغلي 2 عمود سلسلتين، 2 عمود، وبعد كده هترجعي تكرري. انا هفضل اكرر بنفس الطريقه دي لحد ما اوصل عند الحجم اللي انا عايزاه، وارجع اكمل معاكي باقي الشغل. انا اشتغلت 14 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بنفس الطريقه اللي اشتغلت بيها معاكم في الفيديو، ووصلت ل29 غرزة عمود، وهنا 29 فاصل ما بينهم سلسلتين. هنشتغل ازاي دلوقتي؟ ارتفع سلسلة، وممكن تشتغل على طول من غير ما ترتفعي سلسلة، تعملي غرزة الحشو على طول. كل الطرق صح. هعمل غرزة حشو وهوريك شكلها، يعني كمان الطريقة التانية بتبقى افضل شوية عشان الغرزة ما تبقاش كبيرة كده شوية، بتبقى اصغر شوية سلسلة كده. ده اول عمود معايا. هرتفع بقى سلسلتين. تمام. هلف الخيط على الابرة، هنزل في نفس المكان هشتغل عمود، يا رب تبقى واضحة. سلسلتين، هلف الخيط، هعد 6 غرز، 1 2 3 4 5 6، هنزل في الستة. وطبعا لو ايدك مشدودة في الشغل يبقى هتعملي بدل السلسلتين هتعملي 3. وهرتفع 1 2، هلف الخيط، هخش هنا هشتغل عمود تاني. تمام، يبقى عمود سلسلتين عمود. تمام. تاني هترتفعي 1 2، لف الخيط على الإبرة، هتعدي 1 2 3 4 5 6، تنزلي في الغرزة الثابتة، هتعملي عمود بلفة، وبعد كده سلسلتين، بعد كده تاني في نفس المكان هتعملي عمود بلفة تاني، بعد كده سلسلتين، هلف الخيط 1 2 3 4 5 6، وهشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس المكان،
سلسلتين، 1 2 3 4 5 6. هشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، هشتغل سلسلتين وهاجي هنا عند العمود اللي هو قبل السلسلتين بتوع الفراغ وهشتغل فوقيه عمود، وهخش جوه الفراغ اشتغل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود في نفس المكان. بعد كده هنرجع هنكرر. في اول عمود هنا هيقابلني هشتغل عمود، سلسلتين، لف الخيط على الابره هنا عشان الزاويتين يبقوا مظبوطين. انا عندي جيت في الاخر مداش معايا 6 غرز عشان اعمل العمود اللي بيبقى عند نهايه السطر دوت. فانا هعمل ايه؟ احنا هنا سيبنا ادي غرزه 2 3 واشتغلنا في الرابعه، يبقى هسيب 3 غرز وهشتغل في الرابعه في الخطوه دي بس، لكن الباقي هتعمليها زي ما مشينا. 1 2 3 هتشتغل في الغرزه الرابعه اهو عشان يبقوا الناحيتين زي بعض. تمام. وهرتفع 1 2 وهنزل في نفس المكان، هشتغل سلسلتين، 1 2 هتعدي 1 2 3 4 5 6، 1 2 في نفس المكان، 1 2 1 2 3 4 5 6. هي سهلة جدا والمفرش غرزه سهلة مفيهوش تفاصيل كتيرة. اشتغل عمود تاني في نفس المكان. انا كده بكرر كل اللي عملته السطر اللي فات، يعني الجزء ده كله كده انا بكرره تاني معاكي. 1 2 1 2 3 4 5 6، 1 2 في نفس المكان، 1 2 ودي اخر غرزة هعملها في السطر ده عشان هنشتغل في السطر اللي بعده. هخش كده في السلسلة. تمام. وهشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. تمام. هرتفع سلسلة، الف شغلي. احنا الشغل بتاعنا بقى بالشكل ده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشتغل السطر ده ازاي؟ هخش في الفراغ كده وهعمل غرزة حشو وهرتفع سلسلة. ده كده اول عمود معايا. هشتغل تاني في الفراغ عمود تاني، بعد كده عمودين. العمود التالت سلسلتين، في نفس الفراغ هشتغل عمودين، 3 عواميد اسفة. ادي عمود 2 3. يبقى في الفراغ ده اللي هو بتاع العمودين هتشتغلي جواه 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود. وهتيجي في الفراغ اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هتشتغلي غرزة حشو. تمام. بعد كده تلف خيط على الإبرة، هتخش في نفس الفراغ اللي بعده واشتغل 3 عواميد، 1 2 3، سلسلتين، 3 عواميد، 1 2 3. تمام. وهاجي في الفراغ ده وهشتغل غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند السلسلتين دول. هشتغل هنا غرزة حشو وهرجع اكمل معاكي عشان مش حابة ان الفيديو يبقى طويل معاكي واقدر اديكي كل المعلومات على قد ما اقدر. تمام. انا اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت عند السلاسل اللي ما بين المجموعات واشتغلت غرزة حشو. هرتفع سلسلتين
وهنبدأ نكرر احنا الجزئية دي كده اللي احنا بنبدأ نشتغلها هنا تاني، هي نفس الجزئية دي اللي احنا بنبدأ نكبر تاني، بنعمل نفس المجموعة دي فوق. يعني كل ما انت بتبقى عايزة مفرش أكبر بتخلي المجموعات عددها أكبر، يعني مفرش أطول أقصد. فاحنا دلوقتي هنا بنأسس نفس المجموعة دي، بنأسسها تاني هنا. فهعمل ايه؟ هشتغل على كل عمود هيقابلني عمود، دي عمود، فوق العمود التاني عمود، وفوق العمود التالت عمود، وهاجي عند الفراغ هشتغل 2 عمود، 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، وهاجي هنا اشتغل ال3 عمود اللي قدامي. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وهشتغل سلسلتين بالشكل ده، وهاجي هنا هشتغل غرزة حشو، وهكرر نفس اللي اشتغلته الجزء ده كده، نفس اللي عملته الجزء ده هشتغل الجزء ده. اشتغلت غرزة حشو اللي في الخيط، هروح عند الفراغ هشتغل جواه 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود. دي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، 1 2 سلسلتين، وبعد كده هشتغل 3 عمود. تمام بالشكل ده. هشتغل لحد ما اوصل لنهاية الدور. هشتغل اخر حاجة هتقابلني هنا السلسلتين، هشتغل جوه يعني عمود وعمود وما بينهم السلسلتين. هشتغل هنا 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد، وهرجع اكمل معاكي السطر اللي بعده هنشتغله ازاي مع بعض. هشتغل لنهاية الدور بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها هنا وارجع لك. تمام، انا اشتغلت لنهاية الدور. هنرجع بقى هنكرر ارتفاع السلسلة والف شغلي كده. هخش على الفراغ، يعني هعمل منزلقة. احنا هنا ممكن نرجع كده ثانية واحدة، مش لازم نعمل السلسلة لان احنا هنرجع هنبدأ نعمل منزلقات لحد ما نوصل عند الفراغ. هنزل كده في الغرزة التانية واعمل منزلقة، الغرزة التالتة واعمل منزلقة، يا رب تبقى واضحة. وهاجي هنا وهعمل غرزة حشو، وبعد كده هرتفع السلسلة كده. ده اول عمود معايا. هرتفع 1 2 سلسلتين، هلف الخيط على الابرة، هخش في الفراغ وهشتغل عمود بلفة بالشكل ده. يبقى عمود، سلسلتين، عمود. هرجع اكرر سلسلتين، هروح عند الفراغ ده واشتغل جواه 2 عمود، ما بين العمودين سلسلتين. ادي اول عمود، سلسلتين، عمود. والتاني بتكرري 1 2. هتروحي على الفراغ ده وهتشتغلي عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، 1 2. تاني هروح عند الفراغ وهشتغل عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، وهروح عند الفراغ ده وهشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند المجموعة اللي احنا فتحناها جديد. هشتغل بقى 2 سلسلتين وعمود. عشان ابدأ اشتغل في المجموعة دي هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. لف الخيط على الابرة، ده اول عمود معايا، هشتغل فوقيه عمود. بتبدأي تكرري. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود. هيقابلنا الفراغ، هتشتغلي جواه سلسلتين، الاول عمودين اسفة. ادي اول عمود، تاني عمود، بعد كده سلسلتين في نفس الفراغ بشتغل 2 عمود. بعد كده تبدأي تكرري، تشتغلي فوق كل عمود هيقابلك عمود بالشكل ده.
دي اول عمود، دي تاني عمود، تالت عمود، دي رابع عمود، وادي خامس عمود. وهرتفع 1 2 3، وهبدأ أكرر. هشتغل نفس اللي عملته الجنب التاني، هشتغل في الجنب ده بنفس الطريقة، سلسلتين عمود، بعد كده سلسلتين، وابدأ انتقل للمجموعة اللي بعدها. تمام. هعمل انا ايه دلوقتي؟ هشتغل السطر ده، يعني الجنب ده زي ما اشتغلت الجنب ده، وارجع اوريك هتكملي السطر اللي بعده ازاي، وهوريكي هنقفل باقي الشغل ازاي بعدين، او هتكبري ازاي المفرش بتاعك. هخلص وارجع لك. تمام، اشتغلت لنهاية السطر بنفس الطريقة دي كده. هوريكي بقى السطر اللي بعده هتشتغليه بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها المجموعة دي، عشان ما اطولش عليكي. الف شغلي، هخش جوه الفراغ وهعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة. ده كده اول عمود معايا. هشتغل 3 عمود جوه الفراغ، سلسلتين 3 عمود، ادي 3 عواميد، سلسلتين، الف الخيط انزل في الفراغ، وهشتغل 3 عواميد جوه الفراغ بالشكل ده. واجي هنا هعمل غرزة حشو وهكرر. هشتغل جوه المجموعة دي 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد، نفس اللي عملت السطر اللي فات، نفس اللي بعمله السطر اللي فات، لا اللي قبله نفس اللي بعمله دلوقتي، يعني انت بتكرري 1 2 في نفس الفراغ تشتغلي 3 عمود تاني. هشتغل لحد ما اوصل عند المجموعة الوحدة التانية اللي احنا بنعملها، وهرجع اوريك هنكمل باقي المفرش بتاعنا ازاي بنفس الطريقة دي كده. تمام. هشتغل لحد ما اجي هنا وهكمل معاكي باقي المفرش. تمام. اشتغلت لحد الفراغ اللي قبل المجموعة او قبل الوحدة اللي احنا فتحناها عشان نعمل نفس الجزء ده بنكرره. اشتغلت غرزة حشو، هترجعي بقى تشتغلي سلسلتين، 1 2، وتبدأي تكرري بنفس الطريقة. انا هشتغل كذا سطر بنفس الطريقة وارجع اوريك هنكمل مع بعض باقي المفرش ازاي. هشتغل هنا اهو عشان برضو ما تتوهيش مني. نفس الطريقة كده هشتغل فوق كل عمود هيقابلني عمود، وهاجي في الفراغ هشتغل 2 عمود، سلسلتين في نفس الفراغ، 2 عمود، وهاجي هنا اشتغل فوق كل عمود هيقابلني عمود، وهرجع اكرر تاني الوحدة بتاعتي بالشكل ده. وهتيجي هنا هتخلصي هنا باقي الأعواميد ديت، وهتشتغلي سلسلتين غرزة حشو في الفراغ ده، وبعد كده بتبدأي تشتغلي هنا 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد لحد نهاية الدور. والسطر اللي بعده بتبدأي برضو تكرري السطر ده، يعني السطر ده والسطر ده بتبدأي تكرري، وهنا ببدأ أكرر نفس الوحدة ديت. فأنا دلوقتي هشتغل لحد ما أوصل للوحدة ديت تبقى نفس يعني أنا هنا اشتغلت 14 سطر، هنا المفروض الوحدة دي تبقى معايا 14 سطر. هشتغل لحد ما أخلص نفس الوحدة ديت تاني وأرجع أوريكي شكله، وهوريكي ممكن نعمل فيه ايه تاني ونكبره ازاي مع بعض. تمام. انا خلاص خلصت كده الوحدة دي قد الوحدة دي كده. هنا اشتغلت 14 سطر وهنا اشتغلت 14 سطر. كده انا هوقف. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هكرر معاكم تاني. الاول انا هقطع الخيط اهو، تمام، وهنا هسحب الخيط وهنضفه طبعا بالشكل ده. تمام. هنلف شغلنا، يعني احنا لو كنا شاكين الخيط
اهو الخيط نهايته هنا، عشان بس تبقى واضحة. الخيط نهايته هنا، هتلفي على اساس انت هتكملي شغلك عادي، هتقلبي ظهر الشغل. تمام، ده كده ظهر الشغل اهي. الوحدات جاية ظهر الشغل اهو، او غرزة الصدفة. هعمل ايه؟ هتيجي بقى هنا من اول الغرزة دي، وهتبدأي تكرري اللي احنا عملناه اول ما خلصنا الوحدة ديت، الوحدة الاولانية اقصد، ورجعنا اشتغلنا الوحدة دي تاني. التأسيس بتاعها ده اللي احنا هنشتغله دلوقتي. تمام، وهخش كده هشتغل هنا غرزة حشو. هشد كده شغلي ده، هرتفع سلسلة، ده كده اول عمود معايا. وهرتفع 1 2 سلسلتين، هلف الخيط على الابرة، هنزل في نفس المكان، هشتغل عمود، سلسلتين، لف الخيط على الابرة، هتعدي 1 2 3 4 5 6، اشتغل عمود، وهرجع اكرر 1 2 بنفس الطريقة كده. هتفضلي شغالة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزئية ديت، وأسسنا عليها الوحدات ديت تاني، طلعنا عليها الوحدة ديت. هتبدأي تشتغلي بنفس الطريقة. كل ما حبيتي حجم المفرش أكبر، كل ما هتعملي أو أطول أقصد، هتعملي عدد وحدات أطول. يعني دلوقتي اشتغلت الوحدة الأولانية معاكم، واشتغلت جزء من الوحدة التانية معاكم، هشتغل وحدتين تانيين بنفس الطريقة. هتشتغلي لحد هنا سلاسل، سلسلتين، عمود في نفس المكان، سلسلتين، وهكذا. وتبدأي تشتغلي لحد ما توصلي لنهاية الجزئية دي، وترجعي تأسسي وحدتين تانيين. أنا هأسس وحدتين تانيين هأسس وحدتين تانيين، وهرجع أوريكي شكل المفرش، وهوريكي هنكمل ازاي باقي المفرش مع بعض، لأن لسه في تفاصيل تانية بعد ما أعمل الوحدتين اللي ناقصين. هنرجع نشوف هنعمل ايه تاني في المفرش بتاعنا. أنا اشتغلت 4 وحدات. مش عارفة أجيبه كله عشان الكادر عندي ضيق. اشتغلت معاكم أول وحدتين اللي هما دول اللي أنا اشتغلتهم معاكم. بعد كده قطعت الخيط، بعد كده رجعت وصلت الخيط تاني من أول هنا. وبدأت أشتغل على الجزئية ديت، بدأت أشتغل على الجزئية ديت، وصممت الوحدة التالتة، واشتغلت الوحدة الرابعة. عايزة بقى تكبري أكتر، يعني تخليه أطول براحتك. فأنا دلوقتي هعمل إيه؟ انا هقطع الخيط كده، ده خلاص كده بالنسبة لي اخر سطر. فهعمل ايه دلوقتي؟ هسحب الخيط كده. تمام، ده كده بالنسبة لنا وش المفرش، ده الظهر. اخد الظهر بتاع المفرش كده، وهبدأ اشتغل على الجزئية دي بس سطر زي كده. تمام، انا حبيت اوريك الحتة ديت، وهرجع نعمل طبعا الناحية التانية زي الناحية دي بالظبط. تخشي هنا كده. تمام، هقرب لك الكاميرا، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة كده. بعد كده هشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وهرتفع سلسلة. بعد كده السلسلة دي كده معايا، ده كده أول عمود. هرتفع 1 2، نفس اللي أنا بدأته في الأول خالص، يعني نفس الطريقة اللي اشتغلت بيها عشان أخلص الوحدة دي وأخش على الوحدة اللي بعدها. هلف الخيط على الإبرة، هشتغل عمود، وبعد كده سلسلتين. بعد كده هتعدي 1 2 3 4 5 6، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، سلسلتين. هتعدي 1 2 3 4 5 6، 1 2 1 2 في الخيط، 1 2 3 4 5 6، سلسلتين، عمود تاني في نفس المكان،
1 2 1 2 3 4 5 6. هنزل هنا كده. تمام. احنا كده 1 2 3 4 5 6. تمام. وبعد كده تشتغلي 1 2 سلسلتين في نفس المكان. بعد كده هتعدي 1 2، هتيجي عند اخر عمود هنا وهتشتغلي عليه. سوري كده، اشتغل عليه عمود وهشتغل سلسلتين. تمام. طب احنا نعمل حركة تانية ألطف. هلف الخيط، هخش في الفراغ ده هشتغل عمود واحد بس. بعد كده سلسلتين، عمود واحد جوه الفراغ. بعد كده هشتغل عمود كده. بعد كده ارتفع سلسلتين. احنا هنا اخدنا كام عشان نوصل عند الغرزة دي؟ احنا بس عندنا مشكلة في العواميد هنا بس. هعد ادي 1 2 3 4 وبنزل في العمود الخامس. تمام. لف الخيط 1 2 3 4 وبنزل في العمود الخامس عشان تبقى المقاس هنا قد المقاس هنا. هرتفع 1 2 في نفس المكان، هشتغل عمود. 1 2. هتعدي 1 2 3 4 5 6. 1 2. هنزل في نفس الخانة واشتغل عمود. 1 2. هتعدي 1 2 3 4 5 6. 1 2. في نفس الخانة. 1 2. نفس اللي احنا عملناه في بداية الفيديو. 1 2 3 4 5 6. 1 2 وهنزل في نفس المكان. 1 2. هروح عند آخر غرزة وهشتغل فيها عمود، سلسلتين، عمود. تمام بالشكل ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هلف شغلي، وخلي بالك عشان ما تتلخبطيش من ظهر المفرش، يعني لا تشتغلي العكس وتلاقي نفسك عملتي اخر جزئية في الوش والباقي كله ظهر. ده وش المفرش. تمام. تحسبي وش المفرش من الشغل اللي بتشتغليه في الجنب. تمام. هعمل ايه بقى هنا؟ هنشتغل اللي احنا اشتغلناه في الاول. هشتغل غرزة حشو، سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هخش في الفراغ، هشتغل. ده العمود التاني. العمود التالت، سلسلتين 3 عواميد. في نفس المكان. بعد كده هتنزلي تعملي غرزة حشو. وبعد كده هتبدأي تكرري. انا مش عايزة بقى اطول عليكي. اللي احنا عملناه هنا هو اللي هتعمليه دلوقتي، هو اللي انت بتبدأي تشتغليه في الجزئية ديت. هشتغل هنا هنا غرزة حشو في الفراغ بتاع السلاسل ديت. شيل بس الخيط ده كده. الفراغ بتاع اللي جوه اللي جوه العمودين بتشتغلي 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود. وتيجي هنا تشتغلي غرزة حشو 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود حشو، 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود حشو. وبتيجي هنا بتشتغلي 3 عمود سلسلتين، 3 عمود حشو. وهتيجي هنا هتشتغلي 3 جوه الفراغ ده كده، هتشتغلي جواه 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، وهكذا. ترجعي بقى تكرري. هتشتغلي هنا حشو وبعد كده تبدأي تكملي لحد آخر السطر. وهقطع الخيط وهنضف الخيط بتاعي. تمام. دي حاجة. هخلص الجزئية ديت وهرجع بقى تاني عشان نشتغل مع بعض الناحية التانية، الجنب التاني. هنشوف هنشتغلوا مع بعض ازاي. انا خلاص اشتغلت الجزء ده وخلصت وقطعت الخيط. طبعا ده كله كده هيتنضف
بعد كده انا خلاص خلصت الجزئية دي. هنجيب بقى المفرش الناحية التانية، وخلي بالك عشان متشتغليش على ظهر المفرش ده. كده وش المفرش معانا، انا هشتغل على ظهر المفرش بالشكل ده. هتشقلبي المفرش كده وتشتغلي على ظهره تعرفيه من الجزء اللي احنا اشتغلناه ده. تمام، ما يعني ده ملوش دعوة، تحسبي ظهر المفرش من الشغل ده. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هاجي هنا، ده اول سطر معايا، هسحب خيط، هشتغل سلسلة وهخش في نفس المكان اعمل غرزة حشو والسلسلة. ده كده اول عمود معايا. تمام، هرتفع 1 2 وفي نفس المكان هشتغل عمود تاني، نفس اللي احنا عملناه في الجزئية بتاعة المفرش الناحية التانية. تمام، سلسلتين 1 2 هتعدي، هنسيب الخيط ده كده هنرجع له بعد كده. ده كده اول سطر معانا. تاني سطر هتنزلي في تالت سطر عند العمود ده كده، هتشتغلي جواه 1. ادي كده اول عمود، سلسلتين، لف الخيط على الابره، هنزل في نفس المكان واشتغل سلسلتين، عمود تاني، اسفه. هترتفعي 1 2 الف الخيط على الابره، ادي سطر، ادي 2 وبنزل في السطر التالت، ادي عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. تمام بالشكل ده. هرتفع 1 2 هلف الخيط على الابره، ادي عمود 2 هنزل في العمود التالت، 1 2 هلف الخيط على الابره، اشتغل في نفس المكان عمود. بعد كده سلسلتين، لف الخيط على الابره، ادي السطر 2 3 هنزل عند السطر ده، السطر التالت ده، هشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد كده هشتغل سلسلتين وهاجي عندي الجزئية ديت هشتغل هنا كده اهو عمود. بعد كده هخش في الفراغ بتاع الدايرة بتاعت بداية المفرش خالص، هشتغل جواها عمود، سلسلتين، عمود. تمام، وهاجي هنا هشتغل عند العمود ده كده عمود، لف الخيط على الإبرة وهشتغل عند العمود ده كده عمود. احنا بس زي ما قلت لكم احنا بيبقى عندنا مشكلة بس في في الجزئية دي بتاعت نهاية الشغل. فأنا هنا أخدت هنا عند العمود ده السطر دوت، فأنا هنا هشتغل عند السطر دوت أهو. بصي لو انت خايفة تحسبيها غلط، 1 2 اهو، ده السطر اهي، ودي الزاوية بتاعته، ده السطر. فاهمة قصدي؟ هشتغل بقى هنا كده عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. تمام، سلسلتين، سلسلتين، وهتعدي اهو. ده كده السطر اللي احنا واقفين عنده، ادي سطر 2 3، ادي سطر، ادي ده التاني وده التالت، 1 2 في نفس المكان. بصي لو خايفة تحسي ان انت اتلخبطتي اهو ماشي ازاي. 1 2 هتعدي، ادي عمود، ادي التاني، ادي التالت، السطر اقصد الاسطر يعني. احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي الجنبين زي بعض. 1 2 هتعدي، ادي سطر 2 3، 1 2 في نفس المكان تشتغلي عمود، 1 2
ادي سطر 2 3 ده اخر سطر معانا. سلسلتين طبعا، يعني عادي لما تقابلك ان الفتلة مقطوعة تكملي شغلك وانت بتشتغلي، هتبدأي تداريها تحت الشغل. هلف الخيط، هشتغل في نفس المكان، هوريكي دلوقتي هنداريها ازاي. نشتغل عمود تاني. تمام، هلف بقى شغلي كده اهو، هلف المفرش بتاعي ده كده. رجعنا لوش الشغل. تمام، كل الخيوط اللي طايرة دي هوريكي هننضفها واحنا شغالين، وباقي الخيوط بالإبرة بتاعة التنظيف تبدأي ان انتي تشتغلي بيها، تنضفيها. نشتغل بقى مع بعض الجزئية دي عشان تبقى زي الجزئية التانية. هلف ده كده، هاخد انا معايا الخيط ده كده عشان اداريه وشغلي يبقى نظيف اهو. انا جبته كده عدلته. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتنزلي كده في الفراغ بتاع السلاسل ده. انا هاخد معايا الخيط ده عشان ننضفه. هشتغل غرزة حشو، هضيق بس الغرزة دي شوية. تمام، هنزل كده فيها في الفراغ وهشتغل غرزة حشو نفس اللي احنا عملناه هناك. دي كده اول عمود واشتغلت عليه سلسلة، يبقى كده اول عمود. غرزة حشو سلسلة، يبقى معايا اول عمود. هنزل في الفراغ، هشتغل العمود التاني، العمود التالت، سلسلتين، 3 عمود، ده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. ده كده معايا 3 عواميد. هنزل هنا هعمل حشو، الف الخيط على الإبرة. هروح عند السلاسل اللي بعديه، هشتغل 3 عمود. وبرضو الخيوط دي معايا اهي. واللي هيبقى في الآخر الإبرة دي مش هتداريه بالمقص، وهبدأ أشيل الطاير دوت، وبإبرة التنظيف انضف باقي الخيوط اللي طالعة. 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، تمام. هشتغل لحد ما اوصل عند الجزئيه ديت، عشان في حاجه انا عملتها في الجنب التاني عايزه انفذها معاكي في الجنب ده، عشان ابقى اديتك كل المعلومات بما يرضي الله، ويبقى مفيش حاجه ناقصه معاكي. تمام، انا وصلت عند الجزئيه اللي في النص، اللي هي الراس او البدايه بتاعه المفرش. احنا اشتغلنا فوقيها 3 سلاسل، سلسلتين اقصد. هشتغل بقى دلوقتي. بصوا انا هنا عملت ايه، 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. قابلتني السلاسل ديت، اشتغلت عليها غرزه حشو. بعد كده هرتفع سلسلتين وهلف الخيط على الابره. هخش بقى جوه الفراغ اللي هو عند راس المفرش، وهشتغل 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود في نفس الفراغ. تمام، طبعا انا تحت امرك في اي سؤال. بعد كده هيقابلك السلاسل دي. قبل السلاسل هتشتغلي الاول 2 سلسله، وهتخشي في الفراغ ده هتشتغلي غرزه حشو. وبعد كده هترجعي تكرري. هشتغلي بقى ايه، 3 عمود، سلسلتين، 1 2 3 عمود. هشتغل بقى انا الجزئيه دي عشان ما اطولش عليكي كده. المفرش يعتبر خلص معانا. هخلص السطر ده وهرجع لك. هشتغل انا لحد هنا وارجع لك اوريكي شكل المفرش، وهتكلم معاك شويه عن بعض التفاصيل تخص المفرش. تمام، انا خلاص خلصت الجزئيه ديت اهي. بصوا انا عايزه اوريكم الجنب ده زي الجنب ده، يعني اهي ادي ده كده. ده اللي كان بدايه المفرش بتاعنا. بصوا، وادي الناحيه التانية اهي، يعني الاتنين زي بعض بالظبط. تمام. ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يا رب إن انتي تكوني
استفدتِ ولو حاجة بسيطة. تاني هاشرح معاكِ المفرش سريعًا. إحنا بدأنا بالوحدة ديّة، بدأنا 5 سلاسل، بعد كده اشتغلنا آآ 3 سلاسل، 3 عواميد أقصد، سلسلتين 3 عواميد، وبعد كده اشتغلنا على كل عمود بعد كده بنرجع تاني على السطر تاني، كل عمود بيقابلنا بنشتغل عليه عمود، وبنيجي في الفراغ بنشتغل سلسلتين، تبدئي تكبّري المفرش بتاعِك. بتكبّري المفرش على حسب ما أنتِ عايزة، يعني أنتِ مثلًا لو عايزة مقاس أكبر من ده، طبعًا أنا المقاس هاحطه لكم في المونتاج، هاحط لِك المقاس وهاحط لِك الوزن وكل التفاصيل أنا باحطها لكم في المونتاج في آخر الفيديو. بتبدئي تكبّري الوحدة ديّة على حسب أنتِ عايزاه، يعني إحنا هنا وصلنا، اشتغلت 14 سطر، وكان عندي في نهاية السطر كان عندي 29 عمود، سلسلتين 29 عمود. وبعد كده اشتغلنا الوحدة التانية، وطبعًا أسسنا معاها الوحدتين اللي في الجنب، واشتغلنا الوحدة التانية. خلّصت الوحدة التانية قطعت الخيط، ورجعت اشتغلت على العواميد هنا، أسست تاني الوحدة ديّة بالجنبين بالوحدتين بتوعها، وبعد كده قطعت الخيط واشتغلت آخر وحدة معايا. يعني أنتِ بتقطعي الخيط مرتين أو 3 أو على حسب أنتِ عايزة تعملي وحدات قد إيه. أنا عاملة المفرش بتاعي 4 وحدات، أنتِ ممكن تعملي المفرش بتاعِك 5 وحدات، 6 وحدات. ممكن تكبّري الوحدة اللي هي الأساسية وتعملي 3 على حسب أنتِ عايزة حجم المفرش بتاعِك قد إيه. أنا هاحط لِك المقاس بتاعه آآ وكل التفاصيل اللي تخُصّه، بس فعلًا هو مفرش سهل، مش هياخد معاكِ وقت، تفاصيله بسيطة، لو أنتِ مبتدئة تقدري إن أنتِ تنفّذيه بكل سهولة. أتمنى يا رب تكوني استفدتِ ولو حاجة بسيطة، وأتمنى أسمع رأيكم، تكتبوا لي في التعليقات أو عن طريق الصفح بتاعتي رأيكم إيه في المفرش، لو في غرزة معيّنة عايزينّي أشتغلها، أو مفرش معيّن أو أي تفاصيل حابين إن أنا أتكلم عنها. سيبوا لي أسئلتكم وأنا هارُد عليها إن شاء الله. كان معاكم بقى ريري أحمد من قناة ريري كروشيه. أتمنى يا رب يكون عجبكم المفرش، وهو سهل وبسيط. أتمنى إن أنتم تنفذوه وأسمع رأيكم عنه. أشوفِك بقى في فيديو جديد وفكرة جديدة. سلام.